خليني اقولك عن اخطر 5 مفاهيم غلط ممكن تقابلك في مجال الفويس اوفر وبتعطل نجاحك. لو انت لسه في بداية الطريق او حتى بدأت وبتحاول تلاقي فرص حقيقية في المجال ده، خلي بالك من شوية مفاهيم بتتقال كتير بشكل شائع ولكنها مش صحيحة. رقم 1، صوتي لازم يكون مميز عشان اشتغل فويس اوفر. الحقيقة ان اكتر من 70% من العملاء بيدوروا على ريليتابل وناتشرال فويس اوفر مش بس يونيك، ودي طبعا لاحصائية اتعملت على voices.com سنة 2023. اللي يفرق هو الأداء والإحساس مش خامة الصوت لوحدها. 2، إن مفيش شغل غير في الإعلانات والدوبلاج. الحقيقة إن في أكتر من 12 نوع مختلف من التعليق الصوتي، زي الأوديو بوكس أو الكتب الصوتية، الاي في ار، الاي ليرنينج، والجيمنج، وهكذا. وكل تخصص من دول له القواعد بتاعته واحتياجاته. 3، انا محتاج استوديو احترافي علشان ابدا. الحقيقه ان اكتر من 60% من الفويس اوفر الجداد بيبداوا من هوم سيت اب، بيكون بسيط جدا وبيعتمدوا على المعالجه الذكيه. 4، اني لو اتعلمت الاداء خلاص كده هشتغل. خليك فاكر ان ده نص الطريق بس. النجاح في المجال ده بيساوي اداء زائد تسويق زائد بورتفوليو قوي زائد مهارات في التعامل مع العملاء والمنصات. 5، الفرص قليلة والمجال زحمة. السوق بينمو بشكل كبير والطلب عليه بيزيد أكتر. الفرق الحقيقي بيبان في الشخص اللي فاهم السوق وبيعرف يقدم نفسه صح، مش في عدد المنافسين. باختصار، الفويس اوفر علم وفن وبزنس، وكل خطوة بتقربك ان صوتك يوصل للعالم. بس كده، لو وصلت لحد هنا فشكرا جدا ليك، ولو عندك اي استفسار سيب لي كومنت وهرد عليك. انا كنت عايدة، مدربة التعليق الصوتي.